جديدة ويوم جديد وليلة جديدة من ليالي بيت العيلة. يمكن ولادنا هم زينة الحياة الدنيا. ولادنا هم الهدف والغاية اللي احنا لما بنخلف بنبقى مستنيين بقى النتيجة بتاعت تربية ولادنا دي هتبقى عاملة ازاي، سواء علينا كأفراد وكأسر وكمان على المجتمع. العلاقات بين الأبناء والآباء في الفترة دي اختلفت شوية عن فترات تانية أو عن أجيال تانية سابقة. كل جيل بيجي بتطوراته وبيجي كمان بثقافته المختلفة اللي بيفرضها ولادنا علينا دلوقتي في الفترة دي، أو بيفرضها كمان الجيل ده على الآباء. احنا كمان كجيل فرضنا نوع من انواع الثقافة المختلفة على آبائنا، وبالتالي فاحنا لازم نبقى مستنيين التغير ده من ولادنا او من الاجيال اللي جايه. ازاي يبقى في لغة تواصل ما بيننا، ازاي يبقى في تأثير او تصغير للفجوة اللي ما بين الآباء والامهات وولادهم. كل ده هنناقشه اكتر مع ضيفتنا الكريمة مشرفانا النهارده الدكتورة سمر سعودي، استشاري العلاقات الاسرية وتعديل سلوك الابناء. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا وسهلا. في الاول كده احنا كلنا بيبقى عندنا علاقة كده بيننا وبين بين الام وبين الاب وولادهم. احنا كجيل كان في طريقة في التعامل بيننا وبين ابائنا، والجيل اللي جاي احنا بنشوف فيه خصوصية تانية في علاقة مختلفة طبعا، او شكل علاقة وفريم مختلف. الاول اكسر الحاجز ده ازاي، واكسر كل التابوهات اللي بتاعت زمان في التربيه في 2017 بقى ازاي؟ مظبوط الكلام ده. انا عاوزه انوه برضو الحاجه في بدايه كلامي، ان العصر تطور، فما ينفعش ابدا اللي اتربيت انا عليه اربي ولادي عليه. ما ينفعش. يعني حتى سيدنا علي بيقول ربوا ابناءكم بخلاف ما ربيتم. يعني فيما معنى طبعا الكلام اللي انا اتربيت بيها. كل زمن وليه كل زمن وله تطوراته. لازم نراعي التطورات ديت. فلما بتجيلي في الاستشاره ام معاها ابنها ضربها او زقها، بقول لها من المتسبب اصلا؟ هل هو لوحده؟ اكيد انت برضو ليكي عامل على اللي حصل دوت. في افكار لا عقلانيه عند الآباء بتتركب في جمل معينة بنسمعها من السبعينات. مش من حقك تفتح بقك، أنا بس اللي أتكلم، أنا أفهم الدنيا وإنت ما بتفهمش حاجة، انكتم. الجملة دي في منتهى الخطورة. في ألفاظ في علم النمرولوجي أو علم الكلام لها مخالب، أول ما تدخل المخ بتقوم مكلبشة فيه، بتسيطر عليه. انت شيطان، انت خراب. شايفه اللفظ نفسه بتسيطر، كانها دخلت اوامر. انت اللي عملتي فيه كده، انت اللي خليتيه شيطان وانت اللي خليتيه خراب. يعني حضرتك تقصدي انه هي بشكل مبسط برضه، حضرتك صححي لي انه الالفاظ والمصطلحات طبعا دي العقل بيترجمها انه خد ده أوامر. انت كده اوامر، يعني انت وحش، فالعقل بيقول لا انا وحش فانا هبقى وحش. بالظبط، مظبوط الكلام ده. لان في اباء بتاخد حكم قاطع. يعني انا عاوزه اقول لهم بلاش الاحكام القاطعه. انت فاسد، انت طماع، انت وقاع، انت فاشل. لا، نبطل الاحكام القاطعه خالص. ممكن نخليها يعني مفتوحه الموضوع شويه. انت فشلت في التجربه دي الان، لكن انا واثقه ان انت هتتغلب عليها المره الجايه. فتحت له المجال. انما اقول له انت والفشل كيان على ان انت فاشل، قفلت القوس عليه. انا عملته هو والسلوك كوحده واحده. لا، انا هفصل ما بينه وما بين السلوك. سلوك التسرع او العصبيه او العند سيء، انما انت انسان كويس، انت ابني، ده مش من طبعك. اذا كنت المره دي فشلت، ده مش معناه ان انت هتفشل كل مره. لا، المره الجايه احسن واحسن. نرد ازاي على بعض الامهات اللي ممكن تقول طب ما انا كنت بربيت ابني بالطريقه دي، وعشان هو حس ان هو فاشل وانبت ضميره فنجح وكمل حياته، وكانت دي نقله بالنسبه له. هو ما نجحش، هو اتضغط عليه. انا ما عالجتش، انا اديت مسكنات المؤقت. برافو عليكي. عاوزه اقول على حاجه. عملت بحث على معظم الاباء والامهات اللي بيتحطوا فين
في دور رعاية المسنين. حضرتك او حضرتك كنتوا بتضربوهم وهم صغيرين؟ حضرتك ربطتي ربط مهم قوي. كنت بموته بالحزام، واللي تقول لي كنت بضربها بالخرطوم. عشان فاكره ان دي التربيه السليمه. برافو عليكي. معظم، انا بقولها اهو للاباء والامهات، معظم اللي اتحطوا في دور رعايه المسنين كانوا قاسيين في تربيتهم مع الابناء. انت اللي لغيتي الحب والعاطفه، انت اللي اضطريتيه لكده. لما كبر لقى ان في ميزان ما بينك وما بين حياته الاسريه التانيه اللي هو لاقي فيها الحنان. برافو عليكي، انت جبتي التايهه. برافو عليكي، قصرتي عليا المسافه. لما لقى حنان من حد تاني اكتر من مخه كل الاحداث. عمر ما في حدث بيموت، ما فيش حاجه اسمها ده طفل صغير لما يكبر هينسى. لا، قلنا ايه؟ مخالب. حتى هو صغير بتبدا طبعاً. من سن كام ممكن الطفل يستوعب ان الام او الاب او الشخص اللي قدامه يبتدي يشيل من السبعه، اللي هو بنسميه في القانون صبي مميز. بدا ابتدى يميز. برافو عليك، ابتدى يميز. فنخلي بالنا ان هو بيشيل وبيخزن ولا اراديا، والله غصب عنه. تلاقيه لا يا ماما، لا ده كفايه كده، وتلاقيه حجز لها في دار المسنين. لو رجعنا ورا شويه عند تكوين اسره اصلا، ناس كتير ممكن تختلف انه يمكن بدات الثقافه تختلف شويه في مصر مع تطورات الدراسه الاجنبيه الوارده في مصر كمان. هي الاسره دي يعني ايه؟ يعني انه بيت فيه اب وام واولاد، ولا اسره فيها مجرد انه مكان انا باجي اكل واشرب وكل واحد قاعد على الفيسبوك وكل واحد في البيت في الروم بتاعته؟ او دلوقتي في ناس بتنفصل. ده الجديد في مصر على فكره، يعني بدا الموضوع ده. واسره يعني زي بره انه لا انت لحد 16 سنه او 14 سنه وتخرج، ولا اسره اللي هو بمعنى العم والخال؟ يعني ايه اسره؟ يعني كلمه اسره دي يعني مجتمع صغير نجحنا فيه هننجح في المجتمع الكبير. اتدمر المجتمع الكبير مش هنعرف، ولادنا مش هيعرفوا يتعاملوا معاه خالص. برضه هيبقى تأثير الضغط زي ما بتقولي، او من تأثير عقدة. انا نجحت عشان عندي عقدة، زي اب جاي يقول لي انا مش حرمه من حاجة، ده انا وانا في سنه كنت ما بتحرم من الشوكولاتايه، ده انا بديله كل حاجة. ما هو فسد عشان انت اديته كل حاجة، انت ما عملتوش بحب، انت عملته من منطلق عقدة قديمة. هو حب يعوض النقص اللي عنده في ابنه، بس جه بطريقه غلط، مش ده اللي هو محتاجه. مش ده اللي هو محتاجه. فده غلط جدا ان انا اتعامل بضغط اتضغط عليا وانا صغيره. وعايزه اقول للاباء نصيحه، لما نيجي نعاقب نبتعد كل البعد عن الاحتياجات الاساسيه. المأكل يا ريت يسجلوا ورايا، والملبس، الهوايات والحرف، العلاقات الاجتماعية. مفيش حاجة اسمها انت محروم من انك تروح لصاحبك، انت مفيش تمرين الاسبوع ده، انت محروم من التمرين، انت محروم من الاكل لحد شهر قدام، مفيش شرب مثلا. طبعا عارفه حضرتك كده كسرتي كل حتى الحاجات اللي ممكن امهات بتسمعها برضو عن ألسنة اللي يقال عليهم بعض المتخصصين، وقد يكون ده خاطئ، انه يقول لك انه لا الابن شوف ايه اللي هو بيحبه، لا لا وايه احتياج إيه يعني فكره ايه، شوف هو بيحب يلعب كوره، لا انت تمنعه بقى من الكوره. ابدا. بيحب مثلا يقعد مع صاحبه كذا، لا انت تمنعه بقى يقعد مع صاحبه كذا. فحضرتك كده لا بتحطينا في تراك تاني خالص. ايوه تراك تاني، وانا مصره عليه. ممنوع منعا باتا العقاب للاحتياجات الاساسيه الانسانيه. بروتوكولات الحرمان الانسانيه ممنوعه منعا باتا. ابني غلط، اكله وشربه واحتياجاته كبني ادم موجود، تفضل تستمر. انما ممكن احرمه من ايه بقى؟ ودي فرصه عظيمه لكبح الغرائز. إيه بقى؟ ممكن احرمه من السهر ليلا، اللي هي الرفاهيات. هو بيحبها انها بس هي مضره. ممكن احرمه من انه يقعد على الموبايل بعد الساعه 6 مساء. اوكي. ممكن لا مفيش سهر، في نوم بدري. تلفزيون يا ماما، الفيلم يا ماما، لا مفيش، يطفي التلفزيون. بس ما حرمتوش من اكل، ما حرمتوش من هوايه. ممنوع. الهوايه ده التمرين ده اساسي. ده انا لما بيجي لي طفل امه بتشتكي من تاخره الذهني الفهم في مسائل الحساب وهو كبير في السن اصلا، بقول لها لازم يمارس هوايه مرحه
تلوين، لان اشبعت المرح في اللاواعي زق اثرى وعاء الواعي. يعني انا مليت جزء معين فبيعمل اللاواعي مع الجزء الثاني. في ناس تقول لك لا ركز على مذاكرتك، اما نبقى يجي الصيف نبقى نروح نعمل تمرينات. ده معظم الرياضيين المتفوقين متفوقين في مدرستهم برضه. تلاقيه الاول على الجمهوريه في السباحه وتلاقيه الاول على مدرسته. لانه عمل توازن ما بين الاثنين. لا، لان لازم املى وعاء اللاواعي اللي هو مسؤول عن المرح والموسيقى والالوان والاشكال والرسومات علشان يدي الواعي الطاقه الباور عشان ينتج. عشان كده بنقول كل انواع الفنون والمواهب ما تقطعوهاش. مفيش حاجه اسمها انت ممنوع من الرسم، هات الالوان اللي في ايدك. اكسر له الكمانجه ليه؟ اكسر له العود ليه؟ بتعمل ايه في نفسيه الاطفال انواع العقاب ده، اللي هو يكسر الجيتار بتاعه، يرمي الكوره، يقطع له الرسومات اللي هو راسمها، يقولوا لا انت بتحب تغني، لا انا مش، ما عنديش حد يغني، انا عندي حد يدخل كليه طب مثلا. الحاجات دي تعمل ايه في نفسيه الطفل على المستوى المباشر او على الوقت المباشر وبعد كده قدام؟ جات لي بنتها على طول عامله شفايفها كده، ضمه شفايفها على طول. فقعدت مع البنت قلت لها تعرفي ان انت بقك شكله جميل؟ ليه كده مدارياه كده مخليه شكله وحش؟ قالت لي كل ما اجي اغني ماما تقول لي انكتمي. ماما مش بتحب الغنى، معتبراه ان هو حاجه مش كويسه. كل ما اجي اغني او ادندن امها بصراحه بتقول لي انا لما بقول لها جمله اعملي كذا بتلحنها لي. طب ما ده واحده زهقتني واحده كرييتيف. برافو عليكي. فقلت لها نحول اللا مرغوب الى مرغوب، لكن ما نكبحش خالص ونمنع موهبه. علميها الانشاد والتجويد. مش قادره اقول لك صوتها في التجويد بقى عامل ازاي. واستغلت هوايه، بالعكس برافو عليك. لازم يعني نستغل الهوايه، الموهبه ربنا ما ادهاش للانسان من فراغ. فما فيش حاجه اسمها لا ده غير مسموح وده ما ينفعش وده لا يجوز. نحوله للي يجوز، نخليه يجوز. كتير جدا من الامهات هتيجي تقول لك انا بخاف على اولادي، انا اولادي حاسه انه اللي انا ممكن اسمح لهم بيه ده حاجه تضره بعد كده، او انا خايف على مستقبل ولادي، مش عايز ان يبقى كل يعني ابني بيحب الغنى بس هو مش مركز في المذاكره، او هو انا مش عايزه يبقى كده لاني خايف عليه بعد كده من الزمن. هنعمل ايه في ده بقى؟ الاختلاف ما بين رؤى الاب والام ورؤيه احنا اتكلمنا من شويه على مين؟ على اللي فضل يغدق على ابنه من خلال عقده اتربى عليها. اهو ده بقى العكس، عقده برضه بس حصلت له منذ الطفوله ان هو اتحرم من الموهبه، فلازم ابنه يطلع محروم من الموهبه برضه. توقفوا عن معاملة أبنائكم من خلال عقدكم القديمة. دكتور سمر ممكن يكون خايف عليه في حاجة مثلا، هو شايف ان هواية معينة لازم نخوض التجربة، وإن صدر ضرر نبقى نعالجه، لكن هم مش خايفين، هم مكسلين يعالجوا أي خطر هيطلع. يقول لك أنا عايزة أشتري دماغي، مش قادر أواجه المشكلة اللي ممكن تظهر بعد كده والنتيجة السلبية. مش فاضي. هو انا لسه هواجه سلبيات ولسه هيظهر لي سلبيات ولسه هروح ادافع عنه واوصله النادي واجيبه من النادي؟ لا بلاش احسن. وفي بصراحه امهات انا بصفق لهم. يعني انا لي صديقه كل سنه وهم طيبين بالمناسبه اعياد الاخوه الاقباط، الاستاذه نيفين. بصراحه انا دي رمز قدامي. ما بتقعدش في البيت الصبح توصل ولادها المدرسه، ترجع من المدرسه بعد الظهر النادي وترجع من النادي، تمرين ابنها في النادي في المعادي وتمرين بنتها في مدينه نصر. ما بتكسلش على انها كمان تلاقي في صفحتها بنتها بتستلم جايزه عن الباتيناج وابنها بيستلم جايزه عن، عارفه الام الجميله اللي تعبانه عشان خاطر ولادها. عشان كده الاولاد انا بعتبرهم بنفسيه سويه، طالعين شبعانين من جوه، في شبع داخلي. ليه في فجوات كبيره قوي قوي في الجيل او في الفتره دي اكتر من جيل زمان، مع ان جيل زمان كان اكثر شده؟ طبعا اكثر شده واكثر انغلاقيه. مش هينفع بقى موضوع الانغلاقيه ده، انا بحذر. ده دلوقتي خلاص بقى مش هينفع. صدقيني العنف الاسري بيجيب الارهاب الاجتماعي بعد كده. صح.
اللي اتضرب واتكوى بالنار وخلاص انا خدت على كده، عنده طاقة العنف ونزعه كده، برافو نزعه عليكي. انه لا انا نزعة هطلع عنيفة. في المجتمع اللي اتعمل فيا. شفتي هو معظم الارهابيين كانوا بيعاملوا معامله سيئه من اهاليهم، او حرموا من الحنان اصلا، اترموا في الشارع. مفيش ارهابي كان عايش في بيت مع ام واب وحنان وعطف، لا 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 ابدا. الارهابي انسان مريض، مريض عانى معاناه شديده ادت الى ان هو بقى ارهابي. عشان كده بننبذ العنف الاسري بعد اذنكم، نعاقب السلوك مش الابن، ما اقولوش انت سيء، اقول له السلوك السيء ده غير مرغوب فيه ويجب التخلص منه بعد اذنك، انا لن اسمح بيه بعد كده. لما انا هعاقب السلوك، هل السلوك بيتشتم او بيتضرب؟ لا، يبقى انا كده لا هشتم ولا هضرب. المسألة بسيطة، تعديل بس الاتجاهات، مواقع الادراك. بدل ما انا القاضي وانا الطرف المظلوم وانا الطرف الظالم، ابقى في مثلث كده اسمه مواقع الادراك في علم النفس. مرة احط نفسي مطرح ابني، دي لازم، دي يا دكتور ما بنعملهاش، او بعض الامهات والاباء ما بيعملوهاش. طب هنحكم ازاي بالعدل؟ لازم الثلاثي دول، مرة احط نفسي مكان القاضي، واحد تاني خالص ما هواش انا ولا ابني، ومرة مكان ابني، ومرة مكاني انا، واحكم. ساعتها الرؤية هتبقى اشمل، في توسيع في الافاق، الفكرة حصل. فاستحالة النظرة الضيقة هتيجي تفسد علاقتي بابنائي. لا، حطي نفسك مكان يا بنتي. لو الرحلة دي انت الام وانا البنت، وجاي اقول لك هاتي 500 جنيه عشان الرحلة، والرحلة دي هتتأخر وفي حتة اساسا بره القاهرة، يلا احكمي انت بالعدل بقى. اتكلم معاهم كده طبعا. اديها فرصة انها تبقى القائد ولو مرة. ليه؟ ليه؟ ده بالضرورة هيرجعنا انه لازم على الاقل الاب والام قدام ولادهم لازم هما كمان يبقوا اسوياء في التعامل مع بعض. طبعا. ولازم ما يبقاش فيه، بما اننا بنتكلم على عنف اسري زي ما حضرتك بتقولي، يبقى ما ينفعش يكون في عنف من الاب تجاه الام قدام ولاده. طبعا عنف الزوجي برضه منبوذ، لان الطفل صحيح ما انضربش من ابوه، لكن شاف امه وهي بتنضرب، يبقى هو هيضرب مراته. هيبص عليها من منطلق تاني برضه، وعاء ابعد. مش لازم الضرب يجي بطريقه مباشره، لا، السلوك الغير سوي بيتربى بطريقه غير مباشره برضه. ودي الطامه الكبرى. تيجي بعد كده الزوجه تشتكي لي، اجيب الزوج يطلع ان هو كان بيتضرب بالحزام او والدته كانت بتتضرب قدامه، فشايف انه ده عادي. يا ده اللي بيمد ايده ما جاش من فراغ، اتعود على كده. سلوك مكتسب يعني. طبعا مكتسب. الانسان بيتولد على الفطره. طيب الاب والام اللي دايما عندهم خلافات واضحه وفجه وصريحه قدام ولادهم، ده يعمل ايه في السبيس بقى اللي ما بينه وبين ولاده، او ما بينه وما بين ولاد؟ لا، ما ينفعش. لما الولاد يبقوا، خلي البنت والولد يروحوا المول، يروحوا اي حته وتخانقوا بقى براحتكم. انما قدام الابناء برضه الوعاء اتملى. بصي ازاي يعني؟ هل مثلا هيبقى في خوف بعد كده من البنت دي ان هي تبقى مثلا تتربى عندها عقد ضد الجواز، او ان الولد يتربى مثلا بنزعه عنيفه؟ ده اكيد. او انه يكرهوا الاب او يكرهوا الام، ممكن تحصل. والاثنين بيكرهوا الاثنين. انا عشان حياه بابا وماما كانت سيئه، انا استحاله اكون ام مناسبه. وانا كرهت المسؤوليه وكرهت الرجاله كلهم من تحت راس بابا، من تحت راس اخويا. بتشوفي ده؟ من تحت راس عمي. طبعا. انا بفك في عقد برجعهم ل3 سنين. عشان خاطر اقدر امشي. يعني جات لي بنت وخطيبها والجوازه خلاص هتتفشكل، علشان خاطر برضو العقد القديمه. انا خايفه تعاملني زي ما كان بابا بيعمل في ماما، انا خايفه لا تطولي لسانك زي ما كانت ماما بتشتم بابا. ده كمان يعني هو كل واحد داخل ينطح في العقد القديمه بتاعته، بالعقد والخوف. داخل بالخوف، انا خايف لا تبقى حياتنا زيهم. عشان كده في كم صراع على السلطه،
مين اللي هيتحكم ومين اللي هيكون مرؤوس. وكأن انه نوع السلطة الشخصية دي هتديله زي الظهر من الامان، انه او انه ساند على حاجة امان، انا اللي مسيطر فانا اللي يبقى الدنيا سيف بالنسبة لي. برافو عليك، السيف. امال انا بنجح في علاجهم ليه؟ لان انا بلاقيهم بدائل يقدروا يستحدثوا بيها طرق للامان، غير ان هم يهجموا على بعض الهجمه دي. حاجات زي ايه يعني؟ مثلا غششتينا كده حاجات زي ايه يعني؟ زي الصراع على السلطه. مين اللي هيتحكم، مين اللي هيمسك مصروف البيت، مين اللي هيؤمر ومين اللي هيسمع الكلام. مش فاهمين ان الحياه الزوجيه تخصصات حكومه، انت ليكي دوله جوه. انجح الزوجات اللي بيتعاملوا بنظام الشركات. ازاي بقى؟ ازاي؟ انت لابنها يعني، انت نجحت النهارده في انك ترتب اوضتك، ليك مكافأة مجزية. انت نجحت النهارده في ان انت تساعديني في شغل البيت. تتمني ايه؟ عاوزة ايه؟ انا عاوزة مثلا يا ماما فستان، انا عاوزة اروح الرحلة دي، اتفضلي يلا. نظام المكافآت ونظام العقوبات الجزائية اللي هي حضرتك قلتي بعيدا عن اي احتياجات اولية للطفل، بعيدا عن الاحتياجات الانسانية. ربنا خلقنا بناكل ونشرب، في غرائز لازم تشبع. ما ينفعش ان انا اقول له انت محروم لمدة شهر مثلا من الاكل اللي هو اللي انت بتحبه. لا 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 لا، لكن انت محروم من السهر بالليل، انت محروم من المشروبات الغازية. دي فرصة ان انا حتى برافو عليك اقلل منها، يعني حاجات يعني هتفيده مش هتضر، وممكن يحس بفايدتها اصلا وهو يمنعها بعد كده. برافو عليك. تعملوا يعني اسمها ايه، توافق عليه او توائم على الحاجه دي، فبالتالي هو خلاص عودته. ما هو دي العقوبه اساسا، وانا استأصلت حاجه اساسا ضاره. ده فن تعامل حديث. اعقد الفترات اللي ممكن الام والاب يمروا فيها مع اولادهم، لانه احنا بنتكلم دايما على جانب الام والاب، لكن برضو الولاد لما بيخرجوا بره يبقى عندهم برضو حاجات ممكن تضايق الام والاب او تخليهم يخرجوا بره بقى نطاق الدراسات والحاجات دي. اكيد في مراحل معقده ومراحل صعبه. طبعا مراحل الانتقاليه كلها معقده. من الصبا الى المراهقه، من المراهقه الى الشباب، من الشباب الى النضج. اي فتره انتقاليه فيها مشاكل جامده جدا، وبتحصل دايما مشاكل فيها. اللي هي فتره اللي هي مثلا من 9 سنين او 10 سنين وخلاص دخل في سن المراهقه 13 سنه. تمام. عاوز يبقى له شخصيه، اديله شخصيه واديله حريه. ليه كل حاجه لازم يستأذن لما يعملها؟ لا، حريه وياخد مفتاح البيت يبقى معاه. تخافوا ليه؟ وينزل تحت ويقعد معاه يسهر مع اصحابه. ايه الخوف كده؟ ليه الخوف كده؟ بالعكس، كل ما سبتي له مساحه في الحريه الاختيار، كل ما كانت مساحته في حريه الاختيار بين الصواب والخطأ اكبر. لانه هو حاسس انه انا معايا السلطه الشخصيه، انه انا اللي اختار بيها، فبالتالي طبعاً مش هينفع اطلع قدام بابا وماما غلط، او صحيح. انا حابب ان انا اطلع صح، لان هم اشيل مسؤوليه كده. بس كده اشيل مسؤوليه، لان هم حببوني في ان انا اختار. الحريه بتخلق العدل، والعدل لو اتعلموا الطفل من هو صغير. يعني ايه العدل؟ يعني زي ما انت مش عايز تطيعني ما تطيعش برضه الشيطان. زي ما بتقولي لا، قول للشيطان لا، انا حر، مش هسمع كلامك عشان انا حر. شايفه الحريه جميله ازاي؟ حلو المنطق. يعني المنطق ده فعلا لو احنا حتى اتعاملنا بيه مع نفسنا طبعا. انا عادله، مش عايزه اسمع الكلام وانفذ اوامر والدي، برضه مش هسمع كلامك يا شيطان عشان انا حره. انا زي ما كنت حر هنا انا حر هنا. انا حره هنا برضه. العداله. خليك دايما كابني او بنتي واقفين في النص. مش عايز تسمع كلامي، ما تسمعش كلام الشيطان هو كمان. الموضوع سهل، والله الموضوع سهل وبسيط. يعني حضرتك فعلا انا اول مره اسمع الكلام بالطريقه دي. انا حاسه ان انا بصرف النظر على البرنامج انا قاعده بستفيد، لانه اثرتي فيا في النقطه دي بالذات. احنا زي ما احنا احرار، احنا طالما احنا احرار بنختار الغلط او بنختار حاجه معينه، طب احنا مش هنسمع برضو كلام الشيطان؟ انا حره، انا حره. انت ليه انا هطيعك انت؟ لا، مش هينفع. دايما علموا ابنائكم ان الشر جاي منه هو. الشر ده ما هوش شيء عشوائي ماشي في الكون، لا ده اساسه شيطان. قاوم الشيطان، قول له لا انا حر، اديني بقولها اهو، مش هسمع كلامك. بتشوفي ازاي تعاملات الاباء والامهات مع بنت وولد؟ يعني دايما
او مش هقول دايما، الجيل الجديد ما بقاش عنده كده، بس احنا اللي هو الجيلي كان في بعض الاسر كده تقول لك لا لا الولد يخرج براحته، ايوه لا البنت لا انا خايفه عليكي، مع ان بقى في الاخر تلاقي ان البنت هي الاولى في المدرسه والاولى في الجامعه وهي اللي اشتغلت وهي اللي وهي اللي بتشيل. عملت، والولد في الاخر قاعد في البيت هي على اللي القهوه بتشيل مش بابا بيشتغل. وماما بعد بالظبط. كده. فانت شايفاها ازاي واختلفت ازاي من زمان لدلوقتي؟ اختلفت جدا. يعني هل انا من 4 سنين لما جات لي مثلا زوجه بتعاني من المعامله السيئه لمجرد انها جابت بنات؟ اوكي، لسه ليه؟ الناس بتفكر بالطريقه دي. ليه؟ لان جوزها كل ما يروح البلد يقولوا له يا ابو البنات، فهو معتبرها معايره. لما بنته جت اتخطبت جابت له الولد، جابت له عريس زي الفل داخل خارج، الراجل مبسوط جدا بالعريس بنته ومعتبره زي ابنه. افصحوا المجال، الله يخليكم افصحوا المجال شويه، البنت هتجيب لك الولد بس هو وهتجيب لك هتخلف لك ولاد. لا هو يرد يقول لك ايه، مش من نسلي. بالعكس هيبقى على اسمه مش على اسم. بالعكس مش عارفه ايه فكره الاسم، بس يعني هقول لك ايه فكره ايه تخليد الاسم، البنت برضه تخلد اسم يعني. هقول لك ايه فكره الاسم. مع اول ازمه هيقف معاه فيها جوز بنته هيعرف ان هو الاسم ده ولا اكنه اي حاجه. احنا كده ما بنعرفش قيمه البني ادم غير في الازمه. مش لازم تحصل ازمه عشان اقدر ان انا نعمه عندي ان انا عندي 4 بنات، دي نعمه. انا بعتبره ربنا راضي عنه اللي عنده 4 بنات، واللي عنده 4 بنات وربهم تربيه كويسه بيدخل بيهم الجنه كده. طبعا طبعا طبعا. الولد في الغالب الامهات بيجوا يشتكوا لي بان هو خلاص اتجوز، خلاص بقى مع مراته، لكن بنتي بتجيب الولاد وتيجي، البنت بترجع. يا جماعه دي ولا عيب بصراحه ترجع تاني. تدخلات الام والاب لحد فين ممكن يكون مسموح بيها في اختيارات الابناء؟ ولحد سن كام؟ لحد ما يلاقوا الخطورة. معظم الآباء اللي ما بيسيبوش مساحة للاختيار عشان وجع الدماغ، مش عايزين يوجعوا دماغهم ويفضلوا متتبعين أبنائهم. من أخطر حاجة ممكن تقولها الأم لابنها أو الأب لولاده، لا مفيش، ليه يا بابا هو كده هو كده برضه نفس الشيء، أمر وله مخالب، أول ما بيدخل من الودن على العقل بيكلبش فيه. هو كده، دي شيء عشوائي ملوش سبب. طب انا ربنا خلقني في الكون وقال لي ان الكون ليه سبب وليه مكونات وليه كل حاجة، اشرح له ليه، كلمة ليه، افتح معاه مواضيع. مش فاضي طبعا وعايز يريح دماغه، فاسهل له بيقول كده. خلي بالكوا ان انتوا بتربوا معاكوا مجتمع صغير جوه دماغه، صح. بتملى الغرف اللي جوه دماغه باللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه مش اللي هو عاوزه. هو بينفذ الأوامر اللي حضرتك حطيتها في دماغه بالطريقة بتاعته. عشان كده بنقول الحداثة، شوف الجيل الجديد عاوز ايه. الجيل الجديد يمكن دلوقتي من السيئات يعني للتطور والتكنولوجيا. يمكن ده حتى انا امبارح شخصيا كنت عندي نفس الازمه وقعدت افكر احنا ليه بنعمل كده. بنبقى قاعدين اسره كلنا مع بعض كده، كل واحد ماسك الموبايل، كل واحد في عالم. صحيح. وعلى فكره ممكن يبقى بنكلم بعض ونهرج على الواتساب او على الفيسبوك. طب ما نتكلم كده، طب ما نحط الموبايل ونتكلم كده. ليه ما بقيناش عارفين، مش هقول نستغنى عن الحاجات دي، ليه ما بقاش في لغه حوار انساني مباشر في تعاملات، يعني طاقه رايحه وجايه؟ ليه دايما بقينا كده؟ هل وعلى فكره في امهات واباء كتير لما حبوا يواكبوا اولادهم اتحولوا هم كمان لكده. والله انا شفت امهات شفت امهات خلاص عارف لو بيتكلموا انت عايزه تاكلي ايه، انت رايح فين. طب ما فيش مكالمه، مفيش حضن، مفيش طب ماما عايزه اقعد جنبك، ما بقاش عندنا ده. لان مفيش فهم لاحتياجات الطرف الاخر، احترام وجهات النظر. بنتي مش عايزه تتكلم معايا وقاعده على الموبايل، طب ما هو ليه؟ علشان انا ما بتكلمش معاها في اللي هي عايزه تسمعه، اللي هي بتحبه. على قد سنها ال15 سنه بتحب ايه؟ بتحب المكياج وتحب النجوم والفنانين وتحب الخروج وتحب الرحلات. احتياجات سنها كده. ليه اجي اقول لها كل ده ممنوع ما ينفعش؟ طب ما انا هتكلم معاها في ايه؟
الكلام اللي انا عاوزاه برضو نفس الغلطه. مم. لا، انا ادخل بدماغها. يعني الحل الوحيد اللي انا شايفاه، بما انك بتثقي في حلولي يعني. اكيد. لا انا بعد الحل بتاع الحريه ده يعني هو اكيد طبعا انا هاجيلك بعد الهوا. الحل الوحيد لموضوع الموبايل العائلي، المواطنه الالكترونيه دي، المواطنه الالكترونيه، صح. ان احنا كل واحد يشوف التاني حابب ان هو يتكلم في ايه. ابني بيحب الكوره، افهم يعني ايه كوره، يعني ايه منتخب وطني، يعني ايه بلنتي، عشان ما بقاش قاعد جنبه يجي يتكلم في كلمه فانا مش فاهم فساكت، فهيروح في الاتجاه التاني لا يفهمه. بالظبط كده. مم. جوزي بيحب يتكلم في الاحداث اللي هي بتحصل، ولا ما اقولش بقى انا ما بحبش السياسه وما بحبش مش عارفه ايه وما بتكلمش في الكلام. لا، نفتح قلوبنا لبعض شويه. اخد اللي في دماغك، عشان اخد اللي في دماغك لازم ادخل جوه دماغك. مم. انما مفيش حد عنده رغبه ان هو يدخل جوه دماغ ابنه او بنته، فلازم تلاقي المواطنه الالكترونيه شغاله. ادخلوا جوه دماغ ابنائكم اذا سمحتوا، مم. بانكم تعرفوا بيحبوا ايه. يعني اقول لك حاجه، لو دخلنا اي حاجه ممكن تكون والدتي يا ستنا، لو دخلت جوه دماغك ما بيعجبنيش تفكيرك، فبتخرج من بره دماغي تاني. ايوه بقى ليه؟ هي ممكن يكون فرق السن او فرق الاتجاهات الجيل. او فرق الرؤى وفرق الرغبات والهوايات مخلي انه اوريدي الام لو دخلت جوه دماغ بنتها ما هو مش هيعجبها، لان هي مش هيعجبها. احنا نعمل ايه؟ على فكره برضو احنا كاولاد نعمل ايه؟ يعني احنا نعمل برضو ايه مع ابائنا؟ هقول لك يا ستي نعمل ايه. نحط مقياس انا حطيته لكل اب وام في التعامل مع ابنائه. مفيش حاجه اسمها تفكيرك مش عاجبني. تفكيرك ده مدام ما فيهوش ضرر ليك لنفسك، ولا في ضرر على الاخرين، ولا في تعدي على حدود الله، يبقى تفكيرك ده كويس ومناسب لسنك ولظروفك ولفترتك الانتقاليه. انما احكم على فكره ان هو وحش او مش عاجبني، ده كده ظلم باين. لمجرد اختلاف الوجهات النظر او اختلاف يعني حد زي الاكل بالظبط، حد بيحب حاجه وحد بيحب حاجه. الاكل لقيت بنتي واقفه مثلا، لقيت بنتي مثلا او بنت صديقتي واقفه بترقص في الاوضه. لا، ما عنديش الكلام ده، انا ما عنديش رقص. ايه اللي ضرها في انها ده؟ بالعكس بتعمل نوع من الرياضه وجوه الاوضه ما حدش شايفها. وهتخرج بقى لو على فكره لو اتمنعت هتخرج ترقص في مكان تاني. برافو عليكي. الكبت مظبوط، لكن هي واقفه بتعمل نوع من الرياضه يعني وجوه الاوضه ما حدش شايفها. ايه المانع في كده؟ من منطلق فكره حضرتك ان هو وحش وضار، من منطلق فكرها هي لا ضرت نفسها ولا ضرت حد ولا تعدت على حدود ربنا. هي قاعده في الاوضه، قالت تتنشط شويه، تعمل لها حركتين كده ولا كده، يعني عادي بنات يعني. هو ده اللي ممكن يأثر على بعض الشباب والبنات لما بنسمع عن مثلا كارثه زي كوارث التحرش في الشارع، ونيجي لما نمسك الولد نقول ايه ده انت ابن ناس، انت باباك كذا ومامتك كذا، انت ازاي بتعمل كده؟ هو ده اللي ممكن يعمل لنا الفجوه دي، او اللي هو تشوفي عيله تشوفي محترمين والاب متعلم والام متعلمه، لكن ابنهم بره سلوك تاني خالص. طبعا. غير طبعا. معظم اللي كان بينضرب ضرب مبرح واللي كان بيتاذي خصوصا من الام بيجرح اي انثى تانية. المتحرش مش قصده ان هو ما يتحرش، مفيش حد بيجيله خلق او بيجيله عقل ان هو يمارس حاجه فيها غريزه قدام الناس في الشارع. ده ما ينفعش، ده ضد طبيعه البني ادم. فهو قصده حاجه تانية. قصده ايه؟ ان هو يجرح مشاعر الست دي. ده في الغالب بيبقى قصده ان هو ينتقم من شيء قديم او حاجه تانية. بصي، انعكاسات. احنا علاقتنا ببعضنا كلها انعكاسات. عشان كده بقول المنعكس الاساسي علاقتي بربنا كويسه، وقع السهم بتاعها على السطح انعكس على علاقتي بالدنيا كلها. الناس وانا واخواتي وقرايبي ومجتمع والاشياء والحيوانات. العلاقه مش كويسه، الاسهم دي ضاعت. وللأسف تلاقي بقى التحرش والتعصب والإرهاب والعنف الأسري والعنف الزوجي، حالات الطلاق اللي أنا بشوفها بعد 6 أشهر وسنة. لا، يعني أنا أتمنى إن احنا بس نتوسع شوية في الأفق في التعاملات بيننا وبين بعض.
المدرسة بقى دلوقتي، يمكن احنا لما نقول مدرسة ما بقتش اسمها كلمة مدرسة، اسمها انواع من المدارس. أيوة. وانواع من الثقافات وانواع أيوة. من التربية المختلفة. مظبوط. في الاخر بتطلع لنا كوكتيل كده من الثقافات الغريبة. صحيح. انت ما بقيتيش عارفة تحكمي هو صح من منظوره ولا خطأ من منظورك ولا العكس. دي مشكلة كبيرة، مشكلة المدارس كبيئة تربية برضو. مفيش حاجة اسمها تعليم، وإلا كانوا سموا الوزارة وزارة التعليم. ده هي تربية وتعليم مع بعض. عشان كده أنا بحاول جاهدة وتطوع مني إن أنا أدخل التنمية البشرية في جميع مدارس مصر. تبقى المدرسين الأول. وماله، تبقى المدرسين وللطلبة ولو حصة واحدة في الأسبوع. نحاول ان احنا نشوف هم جواهم ايه. انا بلاقي ترحاب من الطلبة رهيب، وعايزيني اقعد زيادة، ولو ما جيتش يتصلوا بيا فين ما جيتش ليه، لان انا بقى ده شغلي، ده تفرغي. يمكن بابا وماما مش فاضيين ان هم يسمعوك، انا بسمعك، بقعد في الحصة انتوا عاوزين تبقوا ايه. انا عاوزه اشوف واحد فيكم عنده شخصية. مفيش حاجة اسمها هجيب في الثانوية عامة مجموعة عالية عشان ادخل طب او هندسة. انا عاوز اسمع كل واحد نفسه يكون ايه. صرف النظر بقى عن اي حاجه، ده حلم يعني، حلم، وتعالوا نخطط له ونضع له استراتيجيه. ازاي اوصل لحلمي؟ انت نفسك تكون ايه؟ بلاقيهم بيتكلموا في حاجه تانية بعيده خالص عن اللي اهاليهم جايبين مدرسين خصوصيين عشان خاطر يحققوها. انا طبيب عايز ابني يكون طبيب، وانا مهندسه عايزه بنتي تكون مهندسه، والولد والبنت لو ما دخلوش طب او هندسه يبقوا فشله. الكلام ده معظم العظماء ما كانوش على فكره ما كانوش في بالدرجه الفظيعه في العلميه يعني. لا، وما كانوش في كلياتهم. ممكن يكون خريج زراعه وتلاقيه ممثل مشهور. ممكن يكون خريج هندسه وتلاقيه مخرج ممتاز. صح. يعني نفتح قلبنا. الهوايه لو اتكبتت بيطلع المجرم والاناني والشرس والمتعصب والمتحرش. صح. كل دول بيطلعوا عشان انا لغيت اللاواعي وحرمت الطفل منه. هل من الضروري انه، يعني هي ممكن سؤال بعيد شويه، الام او الزوج والزوجه اول ما يتجوزوا يقرروا امتى يعني يخلفوا، امتى يكونوا مستعدين للخلفه عشان الجيل اللي جاي ده مسؤوليه منهم؟ بالاتفاق بيكون جميل. انما كحرمان من حق شرعي يبقى حرام. لا بالاتفاق طبعا، يعني طبعا انه الاتفاق إنه جميل. انا دلوقتي مثلا عندي القدره انه دلوقتي انا هستحمل او هقدر اشيل مسؤوليه طفل وهقدر اربيه ودرست كويس جميل. جدا. هل ده طبعا مهم طبعا مهم او شيء هيفرق؟ يعني يفرق جامد. لان الراجل جه طفل غصب عنه بيفضل كارهه طول العمر، مش بينساه. بيجي اوقات ينسى انما بيفضل برضه مش فكره غصب عنه، انا اقصد انه فكره مستعد. ايوه، الاستعداد مهم جدا. لان استعداده هو اضرب ظروفه، والام برضه اضرب الظروف. طبعا يعني الاتفاق طبعا ما يطولش عن مده معينه عشان ما يحصلش مضاعفات بعد كده. وده يبقى جميل. الاتفاق في كل شيء جميل. هي معاهده جوه البيت، معاهده مع تربيه الاولاد، معاهده صلح، معاهده سلام بنعملها من البيت نوصل بيها للمجتمع بره، ومن المجتمع نوصل لبلاد العالم كله بالسلام. فبيبتدي نواته من الاسره من جوه. الجزء المهم جدا جزء الصراحه ما بين الطفل والام والاب. قد ايه الام والاب بيبقوا نفسهم يعرفوا كل حاجه عن ولادهم. بيبقى فيه كذا نوع بيبقى خايف انه الابن يصرحه او البنت تصرحه بحاجات فبيقفل الباب ده زي ما حضرتك قلتي بيريح دماغه. ونوع تاني انه بيسيب فعلا في سبيس صراحه ما بين الابن او البنت. ونوع تالت او الابن والبنت لما بيجي يقولوا له بعد ما يديله الامان بيقلب عليه، فاحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. لا، كسر الحاجز ما بين الابناء ما ينفعش فيه خالص. حركه الغدر بقى اللي انت بتقولي عليها. ادي الامان لحد ما البنت تعترف واقوم ادي بقى بعد كده ضرب واهانه. لا لا، لان دي لا هي اول غلطه ولا هي اخر غلطه هتعملها. فبالتالي انا لازم ابقى انا اللي بعلمها، مش بالتالي انا اللي بعلمها انها تغلط تاني. وبعدين الاهل اللي هم عندهم الاستنصاح الزائد دوت شويه. انا عارفه انت بتعملي ايه بره، وانا عارفه انت بتكلمي مين. انت كده بتعلميها انها تخلي بالها انها المره الجايه ما تتفقسش. يعني تاخد احتياطات اعلى.
هتاخد احتياطات اعلى. لا انت حضرتك من واضح انت بصي يعني انا عرفتي مع في الموضوع كم ده. الشباب الفترة اللي فاتت كتير انتوا بس تسيبوني على الشباب، اه انا تسيبوني على لو بعد من الجملة 13 دي لما فوق. بعد الجملة دي لان فعلا بتحصل يعني خلاص ايه ده يا ماما انت عارفة، طب انا بقى المرة الجاية هعمل بقى حاجة تانية عشان فتطلعي مجرمة عتيلة في الاجرام صغنونة كده مركزة 13 سنة وتلاقيها ايه تنصب على بلد. انا اللي عملت فيها كده. خلاص انا اديتها بقى ايه السكة، انت انطلقي انا نصاب دولي. انا في بيتي نصاب دولي يعني ما شاء الله. فبقول لك احنا من المتسبب، مش دي كانت بدايه الحلقه النهارده؟ صح. مين السبب في العلاقه السيئه بين الابن والاهل؟ نضحط الافكار اللا عقلانيه، مفيش حاجه اسمها انا ده انا اللي بامر وانت بتنفذ، انت غلط وانا صح، لا. ممكن يكون تطوره هو ينفع اقدميتي انا. اوكي. يعني تطوره هو وحداثته ينفعني انا، خدوا منهم استنفعوا منهم. ممكن يكون عندهم وسائل حديثه تنفعكم انتوا في حياتكم. ليه في دايما لا طب ارجع بس للجزء بتاع الصراحه ده عشان مهم جدا. اوكي. هو المفروض لو الام والاب عرفوا او ابنهم او بنتهم صرحوهم بحاجه غلط كبيره جدا حصلت، المفروض يتصرفوا ازاي؟ المفروض نعالج، نحتوي المشكله. خليكوا في سياسه جميله جدا اسمها سياسه المكاشفه. يعني ايه المكاشفه؟ احتوي مشكله ابني مش احتويه هو. بمعنى يعني مش كل ام تيجي تقعد قدامي في جلسه تقول لي ده انا مدلعاها وانا اللي بعمل لها كل حاجه، ده انا مهنناها، ده انا ما فيش حاجه حرمها منها. انت كده اعتنيتي بيها. لا احنا عايزين احتواء لمشكلتها. قولي لي كده انت بقى احتويتي المشكله فين؟ ولا حاجه. سياسه بمعنى ايه احتوي المشكله؟ يعني نحتوي المشكله ازاي؟ جميع ادوات الاستفهام نستخدمها مع المشكله كانها وكيل نيابه. المشكله دي حصلت امتى وفين وكيف ولماذا ليه، ونحلها ازاي. لازم نحقق معاها الاول ونفصصها، عارفه نقطع المشكله حته حته، علشان ممكن يكون في حته صغننه كده قطعناها طلعنا منها الحل. كوني وكيله نيابه مع المشكله، بس وكيله نيابه هاديه، مش وكيله نيابه مع المشكله مش مع بنتك. هنسيبنا من البنت خالص. مشكله العصيان دي او مشكله ان البنت ارتكبت الذنب ده، ليه؟ الذنب ده فيه ايه؟ تعالى لي بقى يا ذنب. انا اقعد يعني افكر، مش هقعد مع بنتي وابقى وكيل نيابه معاها. انا سبت البنت ترتاح شويه لحد ما احقق مع الذنب نفسه. السلوك السلوك. بنعاقب السلوك. السلوك ده حصل ايه وفين وليه وامتى وازاي. طلعنا وفتشنا فيه كويس قوي. كيف بقى؟ ازاي بقى نحله؟ او ازاي ان انا اضمن ان انا اطرد السلوك السيء ده وبلا عوده. انما انا تسرعت وعاقبتها هي وانا ناسيه ان وراها سلوك، والسلوك وراه شيطان. شايفه وجع الدماغ اللي انا اهو وجع الدماغ ده. في ناس بتستسهل تقول لك لا ما فيش غل فيها بقى، مش هي غلطتني خدي عندك ضرب وبهدله. معظم الامهات اللي بتعاقب من منطلق فش الغل. صح. اتغاظت. صح كده مش هينفع. اتغاظت من باب ان انا بنتي المتربيه اللي انا يعني حطيت فيها كل الافكار دي عملت برضو كده، عملت كده وبهدلتني وبقى شكلي بايخ وي 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 والكلام دوت. نسيت ان في سلوك شريك معاها بتعاقبيها هي وسايبه السلوك. طيب. مش هينفع. الام قعدت وفصصت السلوك وكل حاجه، تتصرف ازاي؟ نحط خطوات بخطه. وساعتها بقى البنت بتبقى موجوده قاعده. ايه اللي يضمن ان انت تتخلصي من السلوك السيء ده؟ هاتيلي انت 3 حلول. انا كأم مش هفتح بقي. انا عايزه مركز الابداع بتاعك انت اللي ربنا خلقهولك في المخ يشتغل. مش بيقولك شغل مخك؟ اجمل كلمه ممكن يقولها ام او اب لابنه. شغل مخك، يلا طلع لي. البنت تلاقيها بتقول 3 حلول: ان انا اصلي واهتم بعلاقتي بربنا، ان انا اقرا كتير علشان القرايه بتوسع الافاق وبتدي الواحد حلول في الازمات اللي يعترضها، ان انا مارس رياضه. هي اللي قالت. استحاله ما تنفذشهمش لان هي عايزاهم طالما قالتهم. برافو عليكي. اولا عايزاهم، ثانيا اتربطت بقول لك معاهده. معاهده سلام انا بعملها مع اولادي. بنود المعاهده اللي انت قلتيها واخترتيها اتفضلي نفذي ولو واحده منهم.
انا اديتك، انت اديتي لنفسك 3 اختيارات، نفذي ولو واحده. انا ما اتكلمتش، هل انا اديت امر؟ لا. بس كده، شغل مخك، خلينا نعملها مبادره بين الاباء والابناء، مبادره شغل مخك، مبادره تسامح. تسامح طبعا. نتقبل بعض بقى، عشان فكره برضو التقبل وقبول الاخر دي مهمه طبعا. بين الام والاب وولادهم. طبعا طبعا، قبول الاختلافات حتى الفكريه. طبعا ما فيش حاجه اسمها انا كرهتك لانك غلطت، اطلع بره ما تورينيش وشك. مش ممكن الاهل بيمشوا كده على مترادفات لفظيه لها نغمه معينه. فاشل، فاسد، طماع، وقاع، بلاقي ايه مزيكا طالعه بايه يعني ما شاء الله عليهم. لا، نبطل بقى المترادفات اللي بتطلع مننا بمزاج دي. خلينا ندخل كم كلمات جميله. انت ذكي، ده انت اعظم مخلوق ربنا خلقه، ميزك بالعقل عن سائر مخلوقاته. قوي فيه بس الجزء عبي الحلو، بلاش فاشل. طب بلاش والنبي الحاجات اللي بيجوا لي بيها في الجلسات عجيبه دي. انكتم شو انكتم كل شويه انكتم دي، انكتم دي جابت كبت. احنا عايزين نعمل تفريغ انفعالي، بس تفريغ بمعنى كويس، مش تفريغ ان هو يطلع على الورقه والقلم. اكتب لي انت متضايق مني في ايه، انا قصرت معاك في ايه، نفسك في ايه. وتقبل انه الابن يقول لوالده هو متخانق معاه في او مختلف معاه. بشكرك جدا 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 ضيفتي الكريمه دكتوره سمر سعودي، استشاري العلاقات الاسريه وتعديل سلوك الابناء. بشكرك جدا كمان على الحريه في الحوار وعلى حريه التفكير اللي انت اديتها لنا. بشكرك جدا. مشاهدينا لسه مكملين بعد فاصل، لكن مع زميلتي اسماء، خليكم معانا.